اليوم استنفار قبلي غير مسبوق، استنفار قبلي ضد أولئك الذين أرادوا أن يطمسوا الهوية اليمنية، ضد أولئك الذين أرادوا أن يطمسوا الشيم والقيم والمروة والدين والأخلاق. استنفار قبلي غير مسبوق ضد أولئك التتار، ضد أولئك المغول، ضد أولئك الذين يسبحون بحمد فارس ليلا ونهارا. اليوم أرادت هذه القبائل اليمنية أن تثبت لهذا الجرو الإمام، أرادوا أن يثبتوا له بأن القبيلة لا زالت حية، بأن روح النخوة، بأن روح الشهامة، بأن روح العزة لا زال موجود. وهيهات لمن أراد أن يركعها أو أن يستفرد بتلك القبائل أو يذلها أو يسعى لطمس هويتها. هذه الجماعة الخبيثة لم يسلم منها حتى الأطفال، لم يسلم منها حتى كبار السن، ولم يسلم منها حتى أولئك المعلمين، أولئك التربويين، أولئك المدرسين، لم يسلم منها حتى مقاتليهم، حتى جرحاهم، حتى أولئك الجنود الذين يقاتلون في صفوفهم، لم يسلم منها حتى أولئك الذين يعلمون القرآن الكريم، ولم يسلم منها حتى حفاظ القرآن الكريم. ولم يسلم من هذه الجماعة دكتور ولا طبيب ولا مزارع ولا مهندس ولا تاجر ولا رجل أعمال ما عدا فارس مناع. ولم يسلم منها أو لم تسلم منها حتى نساء اليمن القابعات في تلك السجون المخفية التي لم تخضع حتى للمحاكم ولا للنيابات ولا لسلطات القضاء، ولا حتى سلطات القضاء تعتبر مخطوفة من تلك الجماعة الخبيثة. لم يسلموا منهم حتى أولئك العاملين في المجال الإنساني والحقوقي والإغاثي، لم يسلموا حتى الصحفيون والإعلاميون، لم يسلموا منهم حتى أولئك المحتجزين العاملين في الأمم المتحدة منذ فترة. هؤلاء الجماعة يشبهون تماما جماعة المغول، جماعة التتار، أولئك الذين دخلوا بغداد وأحرقوا كل شيء جميل. لم تسلم منهم حتى المكتبة الشهيرة في بغداد عندما أحرقوها وصار البحر مدادا. وكأن القبائل الحرة الأبية اليوم تقول للحوثي: اذهب من حيث أتيت، فلا مكان لك اليوم بيننا. أكثر من 10 سنوات وأنت تجرع الشعب اليمني الويلات، وقد حانت نهايتك. اذهب من حيث أتيت. وكما قال أحد الشعراء، قال: أنا مع صعده إذا صعده معي. وإن هي مع الحوثي